مشاهدينا اهلا بيكم معانا في برنامجنا وحلقه جديده من جمالك مع فيت. عندنا نسبه كبيره جدا من البنات في مصر محجبات، عشان كده احنا في جمالك مع فيت عملنا حلقه مخصوص للمحجبات. بنات كتير منهم ما بتبقاش عارفه ايه الميك اب اللي يليق على المحجبه. الميك اب اللي بيليق على المحجبه السهل الممتنع، لان هو لازم يكون خفيف وفي نفس الوقت يحلي ملامحها ويبينها. كمان لفه الحجاب، مش كل البنات بتبقى عارفه ايه لفه الطرحه اللي تليق على وشها. واللبس كمان، لبس الحجاب صعب جدا، لو اي حد او اي واحده مسيبه شعرها لو لبست اي حاجه ممكن يليق عليها، لكن الحجاب بيبقى له لبس مخصوص كمان عشان تبان انها يعني برضو ماشيه على الموضه، فدايما لبس الحجاب بيكون صعب. فالحلقه النهارده هتكون عن الموضوع ده. معانا ربى صلاح، متسابقه جديده في جمالك مع فيت. هي لسه محجبه جديد، عايزه تتعلم ازاي تحط ميك اب على الحجاب الجديد، وازاي تربط طرحه حلو، وكمان ازاي تلبس لبس حلو. وده دورنا هنا في جمالك مع فيت، هنوريها ازاي تحط ميك اب، ازاي تلف الطرحه، وكمان اكيد ازاي تلبس. تعالوا الاول نرحب باللجنه الاستشاريه بتاعتنا لجمالك مع فيت. اكيد امينه شلبيه خبيره البشره والجمال، اهلا. كمان اكيد الدكتوره شريفه ابو الفتوح خبيره التغذيه او استشاري التغذيه، اهلا بيكي. وكمان خبيره الموضه والجمال احسان صالح. منورنا يا جماعه. النهارده الموضوع بتاعنا موضوع مهم جدا. بنات كتير قوي في مصر محجبات، يعني يمكن النسبه الاكبر هي اللي بتبقى محجبه، بس شويه مش بيعرفوا لفه طرحه، ممكن عشان ما تكبرهمش، هم برضو بيبقوا لسه بنات صغيره، او لو واحده كبيره بتلبس لفه طرحه تصغرها او يزيد على اللزوم، ما بتبقاش لايقه على وشها. لبس المحجبات قد ايه صعب قوي لبس المحجبات. وكمان الميك اب، ساعات المحجبات بيحطوا ميك اب تقيل قوي، ممكن يكون مش لايق على الحجاب او مش لايق على شكل الحجاب. ايه رايك يا امينه في الموضوع لا ده؟ اكيد طبعا، بالذات الميك اب. المحجبه زي ما انت قلتي في البدايه، لما شعرها بيتشال حاجه قويه جدا. شعر تاج المرأة بالظبط، شعر تاج المرأة. فلما بيتشال بيكون الوش من غير شعر. بس انا بقول يمكن ابرز غلطه هي الكريم الاساس الفاتح، يليها الحواجب. الحواجب برواز العين، اوكي، ومع المحجبه بيبقى بروازين، يعني فاهمه، لان مفيش شعر. فالحواجب لما اللون اللي بتكون مختاره لون خطا او رسمه خطا، برضو بياخد جدا من جمالها يعني. دكتوره شريفه، دايما المحجبات عندهم مشكله في الشعر، ان شعرهم ممكن بيكون بيتساقط، بينحل لورا شويه من الحجاب. في بنات كتير بتشتكي من القصه دي، رايك ايه؟ طبعا مش بس بقى الشعر، كمان كتير جدا منهم تبص تلاقيهم عشان محجبات، وممكن يكونوا بيلبسوا واسع شويه، ممكن يكونوا مش كده هوت، ممكن يهملوا شويه في شكل جسمهم، ممكن يهملوا شويه في انهم خلاص انا محجبه، فممكن يكون مش فارق قوي معايا شكل جسمي قوي، ممكن اكون كده هو. فلازم تعتني بالغذاء الداخلي، وبالتالي هيبان على وشها، هيبان على شعرها، هيبان على جسمها، كل ده. احسان بقى، انا عندي سؤال ليكي مهم جدا. المحجبات اللي تبقى لابسه لك الحجاب ولابسه اكتر بنطلون تايت عندها، ولابسه حواليه حاجه قصيره، قبل ما تكملي انت حاسه بيكي حاسه بيكي فعلا ان هي بتكون جسمها مكسم جدا بالطريقه اللي هي لابساها، اللي هو ومغطيه يعني شعرها. مشكلتهم اكبر من الناس العاديه، لانهم مش بيعرفوا يدقوا او يختاروا الحاجات الصح ليهم، وفي نفس الوقت عايزه يبقى شكلها حلو وماشيه على الموضه. فانا دايما بنصحهم ان هم ما يروحوش لاي محل محجبات اللي هم اللبس التقليدي، يروحوا لمحل محل عادي، وممكن يدمجوا لبس معين مع التاني. ممكن الفستان قصير مع تحت الركبه مع بوت كعب عالي، يبقى شكلها حلو، تلعب في الوان الطرحه، تلعب في الوان الشنطه اللي شايلاها، تلعب في الجزمه، تلعب في الاكسسوارات. يبقى احيانا دايما بيكون الاكسسوار هو البطل في اللبس. عقد كبير تلبسه على فستان بسيط ساده، وبرده بوت. احنا دلوقتي داخلين على الشتاء، البوت طبعا موضه جدا مع الفساتين القصيره دي، هيبقى شكلها بسيط وانيق. الحجاب بيحب البساطه وفي نفس الوقت جميله. اكيد. طيب احنا النهارده معانا ربى محجبه جديد، عايزه تتعلم ازاي تلبس، ازاي تحط ميك اب، وكمان ازاي تلف الطرحه حلوه. واكيد طبعا هيبقى عندها ليكم اسئله كتير جدا، وعندنا كمان اسئله من مشاهدينا اللي باعتين لنا على صفحتنا على الفيسبوك فيت ايجيبت. بس تعالوا الاول نروح نشوف ربى عايشه ازاي، والحياه اليوميه بتاعتها شكلها عامل ازاي، ونرجع مره ثانيه. أنا اسمي ربى صلاح، متسابقة رقم 2، عندي 21 سنة،
وزني 58 كيلو وطولي 159 سم. انا مشكلتي ان انا لسه محجبه جديد وما بلاقيش لفات طرح كتير تناسبني. انا يومي عاده انا بحب اسهر فبصحى متاخر، بس لو ورايا حاجه بصحى لها بدري، لكن انا في العادي بصحى من النوم، بلعب مع القطه شويه وبفضل في الاوضه، ممكن اقعد على اللابتوب، ماما بتجيب لي الفطار، بعدين انا بحب اتكلم في التليفون كتير، بتكلم مع خطيبي مع اصحابي، ممكن نتفق انا واصحابي ان احنا ننزل نعمل شوبينج، لو مش اصحابي بنزل مع خطيبي بنتفسح. العادات الغلط اللي ربى بتعملها انها ما بتفطرش الصبح، مثلا تاخد كورن فلوكس وحليب تفضل فترة طويلة لغاية ما تفطر، وتاخد مثلا في خلال الوقت ده ممكن شيبسي، تاخد بسكويت، تاخد الحاجات اللي تعتبر خفيفة. الحاجات اللي ما بحبهاش في شكلي اني اضطريت بعد الحجاب اني احط ميك اب كتير، ما كنتش متعوده على ده قبل الحجاب، بس المشكله دي ابتدت من اول ما بتحجب، ان بقى التركيز جامد على وشي، فحاولت اتعلم كتير اني احط ميك اب وكده، بس ده سبب لي بقى مشكله في البشره، ومش عارفه ايه الانواع الكويسه اللي انا ممكن استخدمها ما تضرش بشرتي، وانا نفسي اتعلم ده في البرنامج ان شاء الله. الخروجات اللي بتحيرني غير السواريه، البحر احيانا كتير ما بعرفش البس فيه ايه، الكلاسيك ما بعرفش البسه ازاي، في الانترفيو مثلا احيانا بحتار كتير البس ايه. حاولت اتابع لفات الطرح الجديده عن طريق الفيسبوك، مجلات الحجاب والفاشن، في التلفزيون كتير بيبقى فيه برامج للفات الطرح الجديده، بحاول انا مع نفسي اتعلم ده او اعمله، بس بيبقى صعب شويه عليا. حسيت ان البرنامج ده هيعمل نقلة كبيرة في شخصية ربى. وربى دلوقتي موجودة معانا في الاستوديو. ربى وشها جميل جميل بجد. وعينيها جميلة وبشوشة وطول الوقت بتضحك، طول ما هي قاعدة تلاقيها عمالة بتضحك وكيوت قوي في نفسها، بس بتحط دايما يا أمينة زي ما انت شايفة الايلاينر ده فوق عينيها، وبتحط ربى انت ليه حاسة ان انت اتحجبتي فلازم تحطي ميك اب كتير؟ ليه عندك الاحساس ده؟ بقى التركيز على وشي طب ما جامد. التركيز، طب انت عارفه هو الميك اب عشان يحلي، الميك اب مش عشان يتحط وخلاص، فلو أكيد. ضايف لك، لو مش ضايف لك انا في بلاش. الجامعه كنت بصحى بدري قوي، عشان مثلا اصحى الباص 7 الصبح، فبلاقي تحت عيني صاحيه من النوم بقى شكلي تعبان جدا، فكنت بحس ان الكحل بقى ممكن يظبط الدنيا شويه. بس عموما ايه مشاكلك تاني؟ واكيد هنحلها لك، الميك اب هنقول لك تعملي ايه تاني. لبس مع الحجاب لسه ما اخدتش ازاي البس صح مع الحجاب. شعرك في اي مشكله؟ بقى بيهيش جامد بعد الحجاب. بيهيش جامد، ما بيتساقطش، ما تنحلش؟ لا مفيش تساقط، بس هيش. انت لسه هنديكي بقى تبس عشان ما يحصلش الحاجات. دكتور شريفه اكيد ليكي اسئله عايزه تساليها لربى. ربى بصي، انا حسبت البي ام اي بتاعك او مؤشر الكتله عشان اعرف وزنك مناسب على طولك ولا لا، فلقيت الوزن مناسب، بس ممكن تتخني، فيعني لقيته 22.9، فتقريبا 23، فمهم قوي تخلي بالك من وزنك. بعدين في شكوى من مامتك، نفس الشكوى اللي بتشتكيها الامهات كلها، انك ما بتفطريش، بتتكلم في التليفون كتير، بتسهري. يبقى هي الشكوى ده الشكوى عندكم انتوا بقى. لا بقى احنا كده منكم. لا، والشكوى انك بتسهري وما بتاكليش، بترمرمي بين الاكلات، حاجات بسيطه، وبتاكلي وجبه واحده برضو. هي الغدا بس اهم حاجه. الغدا ما بتعشيش؟ مش كتير، ممكن انام، يعني اسهر وانام كده. اوكي. احسان عندك اسئله؟ ربى انت ايه اكتر مشكله بتواجهيها دلوقتي في اللبس؟ انك مش عارفه ان انا عندي باديهات كتير مثلا بالشكل ده، وعلى بناطيل ده اللي كنت بلبسه. يعني انت خدتي هدومك مجرد انك حطيتيها على بعض وحطيتي لا مش عارفه لسه البس ايه، وكمان في يعني لبس معين المحجبات مش بيليق عليا لان انا سني صغير، بيبقى شكله كبير عليا.
بصي على طول بتضحك ازاي؟ جميلة. بتضحك. بس انت يعني جربتي اشكال مختلفه وستايل مختلف من اللبس وحسيتي ان هو مش لايق عليكي؟ وفي السواريه احيانا الفساتين بحس ان هي كبيره عليا طويله كده يعني. لا احنا اكيد هنساعدك، هنقولك ايه المناسب هنرد على ليكي كل في اللبس الأسئلة وفي بتاعتك. الاكسسوارات أكيد. اكيد. ومتقلقيش. ربا قولي لي بقى، حاسه ان انت تمام. هتتغيري؟ اكيد. حاسه ايه اللي هيتغير فيكي؟ متفائله يعني ايه اللي ممكن يتغير فيكي؟ ستايل اللبس مع الحجاب حاسه ان انت يعني هتعملي حاجه او حاجة الميك اب قوية. صح، هعرف اعمل صح ازاي ان شاء الله باذن الله. إن شاء وكمان الله. اكيد خبراءنا في جمالك مع فيت هيقولوا لك كل حاجه بس تمشي عليها مظبوط، اكيد. وان شاء الله هتبقي احسن. شاء الله. هنشوف شكلك هيتغير ازاي، أوكي. الحجاب هيتغير ازاي، وشكل الميك اب هيتغير ازاي، واللبس هيتغير ازاي مع بعض. أوكي. هنشوف ربا هتتغير ازاي في جمالك مع فيت، بس بعد البريك. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته. ربع محجبه جديد. ربع من ضمن الميك اوفر اللي هي عايزاه ان كل اللبس بتاعها قبل كده مش نافع للحجاب، عايزه ستايل تاني جديد ينفعها للحجاب. لبس، ربطه الطرحه، ميك اب طبعا، خصوصا يا زينب انها ما كانتش قبل كده بتحط ميك اب كتير، كانت متعوده انها بتحط حاجات خفيفه، بس حاسه انها من بعد الحجاب لازم يبقى وشها بس هو اللي باين، فلازم تبقى مهتمه بيه، فابتدت تحط ميك اب كتير. بس انا شايفه انه بقى كتير على وشها، خصوصا وشها صغير، فالحواجب مثلا متقله بلون غلط، رسمه عين روج باين قوي. انت شايفه ايه؟ هي وشها حلو، فهي فعلا محتاجه يعني خط الايلاينر مثلا ده لازم يبقى متسيح، ما ينفعش يتحط صريح كده. الروج يبقى على اخف شويه. الحواجب فعلا لونها غلط. تحت العين محتاج تظبيط شويه. طبعا الحجاب برضو ليه رولز، يعني كده كده الميك اب لازم هيطلع على اخف، يعني نبقى عاملين يعني ممكن نعمل كل حاجه بس نبان ان احنا بسيطه جدا، يعني طالعين ببساطه يعني. فهنقلل بس يعني اللون نفسه بتاع الحواجب عشان هي حاسه، وهنظبط برضو رسمه الحواجب، وفوق العين برضو هظبطه واوريكي ممكن تحطيه ازاي تبقى ابسط. الروج نفسه برضو هنستعمل الوان غير يعني الدرجه ديت، لان كمان انت عندك شفايفك ليها طبيعه كده، فما ينفعش مثلا الالوان دي. الالوان لازم تبقى يعني اللون يبقى فاتح، يعني مثلا بينك بس ماتيريال نفسه تقيل، مش اللي على شفاف، ان احنا لان شفايفك ما نحطش حاجه جلوسي لان شفايفها اوريدي مش بس جلوسي، لا الماتيريال نفسه يبقى اتقل شويه، فهيداري لي حاجات في الشفايف، لان الشفايف ليها طبيعه خاصه محتاجه روجات نوع خاص، يعني مش اي روج هيمشي معاها. حتى مش بس الدرجه، مش بتكلم على الدرجه، بتكلم على ماتيريال. يلا نبتدي الميك اوفر ونشوف. لو سألنا نفسنا مين أصعب واحدة ممكن تحط ميك اب، هي المحجبة. المحجبة دايما بيبقى عندها أزمة، سواء لو عندها خطوبة، عندها فرح، رايحة الجامعة، نازلة عادي، بيبقى عندها مشكلة في الميك اب بتاعها، لأن هو لازم يكون السهل الممتنع. أكيد معانا دلوقتي الميك اب ارتست زينب حسن، ومعانا مي جلال الفاشن ديزاينر. زينب، ميك اب المحجبة صعب يعني. الميك اب المحجبة مش صعب، بس يعني الحجاب بيفرض اشياء في الميك اب، يعني ما ينفعش نبقى احنا محجبين ونحط ميك اب اوفر قوي. بس في نفس الوقت بالعكس، انا بشوف ان الحجاب بيحدد الوش، يعني الشعر بيضيف جمال طبعا ما فيش كلام، بس كمان الحجاب لما بيتلبس صح
بيحدد قوي الوش، وبتقدري تعملي ميك اب يبان قوي مع الحجاب. فبالعكس انا بحب قوي يعني ما ينفعش مثلا نحط عين تقيله قوي مع الحجاب، يعني نتقل العين قوي مثلا، او يعني نتقل البلاش قوي، او بيبقى شكلها غريب اكتر من التقل الالوان. يعني إن لما بنستعمل الوان كتير مع المحجبات والحجاب وكده فبيبقى الشكل مش حلو. لكن احنا ممكن نرسم العين، ونرسم العين تقيله ونحط ميك اب، ونحط فول ميك اب، بس نراعي جدا لون الطرحه اللي احنا لابسينه، العين، المكان برضو اللي احنا رايحينه، ده لازم في كل حاجه. بس بالعكس انا بشوف ان ميك اب المحجبه ده حاجه انا بحبها. طيب دلوقتي روبا اشتركت في جمالك مع فيت عشان خاطر تغير من شكلها، او تتعلم ازاي تعرف تحط ميك اب مع الحجاب. عايزه تكون شكلها حلو مع الحجاب، خاصه يا جماعه في اعلام كمان، فممكن يكون ليها مستقبل كبير. فروبا ايه اللي يليق عليها بقى في الميك اب بتاعها مع الحجاب؟ برضو روبا يليق عليها حاجات كتير، مش حاجة واحدة. لأن هي وشها حلو، ونقدر نتعامل مع وشها بحاجات كتير. يعني العين ممكن نرسمها، بس هي دايما مثلا مش عايزة خطوط صريحة. يعني ما يعني لو أنا جيت أتعامل مش عايزة ايلاينر مثلا. ما تنسيش زينة بالحواجب. روبا كانت متعودة بترسم حواجبها بقلم بني لونه نبيتي شوية. اوكي، يعني هي بنيات، انا شايفه حواجب بني. النبيتي ده شايفاه بعيد قوي خالص عن لون دي كانت حاجه لفت نظر زينب جامد. هي يمكن بس ما كانش عندها حسن اختيار اللون. يعني هي عايزه تبقى راسمه حواجبها وحاطه ميك اب عشان هي لسه حاطه الحجاب جديد، بس مع الممارسه ومع الاستمرار هتفهم ايه اللي بيليق عليها اكتر. يعني هو عاده اللون الاحمر في الحواجب ما بقاش يستعمل. طيب لفه الحجاب بقى، يعني لفة الحجاب دي هنخليها زي ما هي يا مي، ولا ممكن نغيرها شوية؟ لا، لفة الحجاب هنغيرها خالص، عشان لان روبا متعودة انها بتلف الحجاب. مبدئيا الطرح اللي بتستخدمها الوانها فاقعة جدا، اوكي، او منقوشة. كانت مثلا شفتها مرة كانت لابسة طرحة تايجر، وكانت الماتيريال كمان كانت سلك كده شوية، فتايجر وبتلمع. ده كتير قوي. فلافه الحجاب هنغيرها والالوان بتاع الشربات وهي كمان بتعملها بتبقى ليها فوليوم كده منفوشه شويه. لا احنا هنخليها تبقى لاير واحده، مش في بنات كتير بتحب تعمل كده على فكره. في بنات كتير بتجيب حاجه تحطها الاول فوق، يعني تلم شعرها كحكه، وبعدين تجيب حاجه كده تقوم حطاها، وبعدين تقوم لفه الشرب بحيث انه يديها فوليوم فوق. ده مش مستحب، مش هي ممكن تعمل 2 لايرز للطرحه، لونين في الطرحه، اوكي. بس من غير ما تبقى الطرحه كبيره قوي منفوشه. معرفش مين طلعها موضه، او ليه بقت بنات بس كتير ممكن تكون بتليق على وشوش مثلا معينه. في بنات بتحب تعملها بتحس ان وشها كده اجمل او لا احلى. لا خالص، عمرها لانها بالعكس هي بتضيع وشها، لان وشها بيبقى في الاخر صغير جدا، وطرحه انا شايفه دوريه كبيره من القماش الوان او كده. فده بالنسبه لي بيبقى شكل غريب قوي، مش حلو. لا وكمان روبا وشها صغير، فلو عملت الطرحه مش كبيره وكده هيبين وشها، وهيبين. لكن لو عملتها كبيره هياكل من وشها، هو واكل من وشها اوريدي دلوقتي. فاحنا هنغير شكل الطرحه خالص بالالوان. هقول لها تبقى ايه الالوان اللي تبقى حلوه عليها وكده، اللي تخلي شكلها في الحجاب شكلها حلو وشيك. طيب احنا هنشوف روبا هتتغير ازاي في الميك اب، وهنشوفها كمان اكيد هتتغير ازاي في اللبس. خليكم معانا ومتابعينا، اوعوا تروحوا في اي حته. مشاهدينا، ورجعنا لكم مرة تانية في برنامجنا جمالك مع فيت. ودلوقتي جه ميعاد اللجنة الاستشارية، عندها نصايح كتير قوي عايزة تقولها لروبا عشان روبا تقدر تغير من حياتها. أمينة، سألتي أسئلة لروبا وكان إيه ردك عليها؟ إيه اللي أنت نصيحة؟ بصي يا روبا، حاجتين، الميك اب والشعر. خليني أبدأ بالشعر لأن روبا لسه محجبة جديد، ولو ما اعتنتش في شعرها هتدخل في نفس مشاكل المحجبات. تساقط، وان الشعر بيتنحل، والشعر بيهيش، وهي اوريدي شعرها ابتدى يهيش، والشعر بيتقصر. دي مشاكل عامه عند كتير من البنات والسيدات المحجبات. اول حاجه خالص، زي ما قلتي ودكتوره شريفه قالت برضو على الجسم، المحجبات بتنسى نفسها. نفس الحاجه في شعرها. انا بقابل بنات ما بتسرحش شعرها، ما بتقصوش،
بتستخدم اي شامبو بلسم بتخليه في الاستك بالايام، فده غلط. بتنسى شكلها بتنسى شعرها، بيتلبك في بعض. وعلى فكره الحالات اللي بقولها حالات حقيقيه بشوفها وبقابلها بيكلموا بيهملوا شعرهم زي ما بيهملوا جسمهم، فده غلط. لازم اسرح شعري 3 مرات في اليوم، لازم اعرف نوع شعري، استخدم الشامبو بلسم حمات الكريم المناسبه، لازم اقص طروف شعري، لازم اهتم بشعري اكن انا مبينه شعري، فده لازم اول حاجه. تاني حاجه طبعا تهويه الشعر على قد ما نقدر، اوكي، لان كتمه الشعر بتسبب ضعف البصيله وبتسبب التساقط. دكتوره شريفه، المحجبات عامه يعني احنا عايزين نتكلم عن روبا دلوقتي. حضرتك قلتي ان روبا جسمها كويس متناسق، جسمها كويس قوي، مع يعني طولها. جسمها كويس متناسق مع طولها. بس انا خايفه قوي بالعادات الغذائيه بتاعتها دي انها تتخن، خصوصا انها بصي انا دايما بحب المحجبات يبقوا رفيعين شويه عشان هما بيلبسوا واسع، فالمفروض ان هي هتبقى عامله حساب 2-3 كيلو ارفع من المفروض عشان تبان انها رفيعه وهي ماشيه عندها ثقه في نفسها. دي نمره 1. نمره 2 انه هي سنها صغير، وبعدين عاداتها الغذائيه وحشه قوي، يعني هيبان عليها مامتها بتقول عاداتها الغذائيه مش حلوه. وبعدين في كونسبت كمان مهم قوي، تقول ما بتفطرش بتاخد كورن فليكس الصبح. لا، هو الكورن فليكس ده فطار، يعني هو يعتبر فطار كويس. فهو انا عايزه الام تطمن انه الكورن فليكس ده كويس قوي، لبن وفطار لبن وكورن فليكس، يعني رقائق الذره يعني مش لازم الفول والبيض لا مش لازم، يعني ممكن ده يعتبر فطار، بس مهم انها تاخد حاجه كل شويه، تاكل حاجه كل شويه، ما تسيبش روحها كتير من غير اكل عشان ما تلجاش للرمراوه، وتاكل بطاطس محمره اللي هي قالت عليها، وتاكل حاجات اللي هي انهيلثي اللي هي مش صحيه. ودايما تخلي تامن روحها، عشان اكيد هي هتجوع منها بترمرم، هي بتجوع. فيبقى بما انها كده هو يبقى لازم تاخد حاجه في شنطتها دايما تامن روحها بيها. دايما بقول ايه، ناخد علبه لبن خالي دسم نحطها في الشنطه، وناخد ودايما بيقولوا ايه، طب اللبن ده هنشربه ازاي؟ بقول حطوه في الفريزر وبعدين شيليه من الفريزر حطيه في شنطتك. فعلى ما هتجوعي هيبقى ساقع، هيبقى ساقع مش متلج، هيبقى ساقع، فممكن تشربيه. وبعدين ممكن تاخد فاكهه، وبعدين شتاء جاي فهو الفاكهه مش هتبوظ في الشنطه. ممكن تاخد معاها ساندويتش من البيت، فممكن تاخده وهي ماشيه. فكل الحاجات دي ممكن تاخدها. في حاجه مهمه قوي كمان، انا مش هقول لها على انها تعمل دايت، بس انا هقول لها نصيحه صغيره. الجسم او البني ادم بيبتدي يحس بالشبع بعد 20 دقيقه من بدايه الاكل. يعني اول ما تحطي حاجه في بقك شوفي على الساعه 20 دقيقه هتلاقي نفسك شبعتي. بس احنا للاسف ان احنا اول ما بنقعد على السفره نبتدي بناكل الحاجات الانهيلثي، الحاجات اللي احنا بنحبها اللي هي للاسف ما بتبقاش صحيه. فبتحسي انك شبعانه، تيجي بقى على ميعاد السلطه مش عايزه تاكليها، خلاص شبعتي، يعني كلتي خلاص المحشي، كلتي السمبوسه، كلتي الحاجات اللي انت بتحبيها، وخلاص مش عايزه تاكلي الحاجات التانية. طب تعالي نعمل تجربه تانية، نقلب بقى الموضوع، ناكل السلطه الاول ونمضخها كويس قوي، ونبتدي نعملها طعمها حلو كمان عشان ممكن نتكلم ونبقى القعده بالظبط، القعده تبقى قعده مش احنا مش قاعدين عشان ناكل وخلاص، يعني مش ما احناش في مهمه رسميه، احنا قاعدين هناكل وناخد وقتنا في الاكل. وبعدين نشوف بعد كده ناكل، نبتدي بالسلطه البروتينز والبقيه الحاجه. اوكي، مهم قوي ان احنا نعمل الموضوع ده، ونشوف تشرب ميه كتير علشان بشرتها وعشان كل حاجه. دي حاجات كده صغيره هقولها لها، هتبصي تلاقيها وزنها ناقص سنه، يعني مثلا كيلو او 2 هتبقى كويسه قوي برضو، وفي نفس الوقت هتحفظ صحتها كويسه قوي. اكيد. طب احسان، لبس المحجبات صعب قوي، نصيحتك انت شفتي روبا اللبس بتاعها في التقرير وما جت هنا وقفت معانا شكله عامل ازاي، ولبسها الى حد ما عادي، انت شايفه ايه؟ هي روبا مواصفات جسمها وطولها هي قليله وقصيره، فدايما تبتعد تماما عن اي تعليمات بالطول، تخليها تركز اكتر على التعليمات بالعرض. وممكن ان هي برضو تبعد، ما تلبسش فساتين طويله، زي ما قلت ان هي ممكن تلبس فساتين قصيره مع بوت، وتلعب بالالوان بقى في الطرحه. وبرضو مش قاعده دلوقتي ان هي ممكن لازم تمشي الشنطه مع الجزمه، لا، ممكن الشنطه تبقى مع لون الطرحه واللبس يبقى ساده بسيط،
والجزمه او البوت يبقى مع اللون الاساسي مع الفستان. وبرضو احنا بنشوف دلوقتي الالوان الموضه اللي هي الفسفوريك زي البينك، التركواز، الاصفر، الفوشيا. احنا ما نقدرش نحط كل الالوان دي في المحجبه والا هتبقى ملفته للنظر جدا. اللي نقدر نعمله ان هي تلعب في الالوان دي مع الطرحه مثلا، وبقيه الهدوم تبقى حاجات بسيطه زي البني، الاسود، تدخل الالوان الغامقه زي الازرق. وبرده ممكن تعمل حاجه تانية ان هي ممكن تلعب في الفولار ممكن تبقى ستايل هندي مثلا، يبقى التركيز عليه، وبرده الفستان يبقى بسيط، الوانه بسيطه. وهي برضو ربا ان هي بتقول ان هي عايزه ستايل شويه للشغل. هي انا انصحها فيه ان هي سنها لسه صغير، فيفضل ان هي ممكن تلبس الجوبات الجينز اللي نازله على ايفازي برضو تبقى لغايه الركبه مع البوت، وتلبس الجاكيت الكلاسيك. ده هيخليها ان هي تقدر توفق او تدمج ما بين الستايل الكلاسيك او الستايل الكاجوال، وفي نفس الوقت تبعد تماما عن التشجيرات الكبيره والفساتين الطويله، لان ده كل ده هيخليها قصيره اكتر. بشكركم جدا. دي كانت نصايح خبراءنا في جمالك مع فيت لربا وللمحجبات اللي بيتفرجوا علينا. دلوقتي بقى عايزين نشوف النصايح العامه والاسئله اللي انتم بعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك فيت ايجيبت. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته. معادنا دلوقتي مع يعني اجمل فقره عندنا، لان هي عباره عن اسئلتكم اللي انتم بتبعتوها لنا على الفيسبوك. طبعا احنا هنحاول نجاوب على اكبر قدر منهم، لكن ممكن ما نعرفش نجاوب عليهم كلهم. خبراءنا في جمالك مع فيت هيجاوبوا لنا على الاسئله اللي نقدر وقت الحلقه يسعفنا فيها. امينه ديرو محمد بعتلك بتقولك انا عندي مشكله، هي طالبه بالجامعه وبتسافر كتير، بس بتحط ميك اب بيروح من وشها او بيتمسح من وشها بسرعه، فنفسها تستخدم منتجات احسن لوشها. استخدم منتجات احسن تفيد الوجه وتمنع التجاعيد، تحافظ على البشره. طيب اول حاجه خالص هي ناس كتيره جدا بتقول ان الميك اب بيروح، هم مش بيحطوا ميك اب صح. بمعنى ايه؟ عشان انا احط ميك اب صح مبدئيا لازم يبقى فيه بيز للميك اب، يبقى لازم يبقى فيه كريم عين وكريم نهار. بعد كده الميك اب اقرب للكريمات ما منه للميك اب. لازم يعني ايه كريم عين وكريم للبشره؟ عشان في بتفتكر ان هو كريم مرطب مثلا، يحط ما كريم هو مرطب. كريم مرطب وبيحمي، يعني كريم العين وكريم النهار هو كريم بيحمي البشره، بيرطبها وبيثبت الميك اب، وبيبقى فيه كمان درجه حمايه 15. ده قبل ما احط يعني هي بتقول بشرتها الميك اب بيروح، فلازم الاول احط بيز للميك اب، ده اول حاجه. خلاص. بعد كده لازم كريمات الاساس ما هياش اي كريم اساس وخلاص. انا دلوقتي لو انا هستخدم الليكويد اللي هو السائل، في نوعين من كريمات الاساس. كريمات الاساس الووتر بيز اللي هي بتبقى جواها مرطبات، وكريمات الاساس الاويل فري اللي هي بتبقى خاليه من الدهون. لازم اعرف انا بشرتي ايه، هل بشرتي عاديه وجافه فبروح للووتر بيز الاساس والميه، هل بشرتي مختلطه ودهنيه فبروح للاويل فري. اوكي. في انواع تانية من كريمات الاساس اللي هو الباودر كريم اللي بيبقى بودره وكريمه متلخبطين على بعض، ده بيبقى لجميع انواع البشره. طب لو انا عندي الليكويد والباودر كريم استخدم ايه؟ والله انا بشرتي صافيه ما فيهاش اي مشاكل، ما فيش اي حاجه، اروح للسائل. لو انا بشرتي فيها مشاكل شويه هالات بروح للباودر كريم. فاساس تثبيت الميك اب ان انا اختار البيز السليم اللي هو كريم الاساس السليم. بعد كده بعد كريم الاساس لو احتاج كونسيلر هحطه، وبعد كده لازم اثبت كريم الاساس بالباودر. لو هي عملت كده عملت شق كبير قوي من الميك اب يثبت. طب عايز تمنع التجاعيد كمان. ما انا هقول لك. بس بعد كده الناس بتجيب الاي شادو تعمل يعني ايه، تكتك تكتك وتفتكر. لا، ما هوش تكتك. في حاجه اسمها ان انا احط لون واسيحه وارجع اسيحه تاني وتالت ورابع، بعد كده ابدا في اللون التاني، ابدا في اللون تاني، وبعد كده يبقى عندها مشكله لو ميك اب راح. يعني فاهمه قصدي؟ لكن ما احطش لون كده بس على فكره ما بقاش صعب دلوقتي. يعني لو اي واحده دخلت على الانترنت وشافت الخطوات الصح اللي المفروض تمشي عليها. هي بصي يا اميره بالذات في الاي شادو هو محتاج صبر وتسييح سليم. لو عملت كده وكمان البلاش بالراحه، احط البلاش 1 لاير، احط لاير تاني، احط من فوق باودر عشان اثبته. فلو هي عملت كده الميك اب هيثبت معاها. بالنسبه للتجاعيد، هي لو استخدمت الروتين اليومي ما فيش طبعا، هيجي لنا تجاعيد. بس هي لو واظبت على الروتين اليومي من غسول، تاني، كريم عين، نهار، ليل، الماسكات، الصنفره، لو احتاجت تروح لخبراء تجميل من وجه الارض، صدقيني التجاعيد
هتظهر، بس هتظهر في ميعادها او مؤجل يعني. طيب دكتوره شريفه، هبه بقى بعتة سؤال لذيذ جدا. الحوامل بقى اللي لسه جداد، هي خايفه ان هي دلوقتي حامل في الشهور الاولانيه وخايفه انها تتخن. ده سؤال عند سيدات كتير، قلقانه بقى، عندها فوبيا من انها تتخن وخايفه، عايزه في نفس الوقت البيبي يطلع صحي، فمش عارفه تاكل ايه، تعمل ايه؟ بصي، الموضوع ده مهم قوي، لانه الحوامل كلهم بيبقوا دايما خصوصا لو اول بيبي، دايما احنا عندنا دايما كلي الاثنين، فانت بتاكلي ليكي وللبيبي. ده طبعا حاجه غلط قوي. المفروض انها بتاكل اكلها العادي وتزود عليه 300 كالوري. فدي مهمه قوي. مهمه 300 كالوري دي ممكن المفروض يكونوا موجودين في ايه مثلا؟ كوبايتين لبن مثلا؟ لا، هقول لك موجودين في نص رغيف، اوكي، عيش زياده، على ربع فرخه، على كوبايه لبن. اوكي، او ربع رغيف وكوبايه لبن. انا قريت مقاله كده على الانترنت بتقول انه البيبي يكفيه كوبايتين لبن في اليوم. البيبي لو لسه في الشهور الاولانيه ممكن تكفيه كوبايتين لبن في اليوم. لا، هو مش كده، هو مش عشان البيبي، هي عشانها هي. يعني هو البيبي بياخد كده هياخد الغذاء منها. هي الفكره ان هي نفسها لازم تعتني بغذائها هي، عشان لما هتولد البيبي كله، الوزن بتاع البيبي كله بكل اللي حواليه بيبقى 8 كيلو بلس هيبقى في الاخر ماكسيمم اللي هتبقى الوزن بتاعها 11 كيلو. اوكي، يعني لو قلنا انها هتتخن في الحمل، انا بقول انه زياده الوزن الام المفروض انه يبقى 11 كيلو، ده في الماكسيمم. فالزياده عن كده يبقى هتتدبس فيه. لا، هتتدبس فيه هي. يا حرام، يعني هي الاكل المفيد بيروح للبيبي والاكل اللي زياده بيروح للام. بالظبط، هي اللي يا حرام، هي اللي هتتدبس فيه. طيب. هي اللي هتفضل تعاني من الموضوع ده. بتعاني، لان اللي بتتخن في الحمل قوي صعب قوي تنزل هو هتاخد وقت بقى، وبعدين هي هتبقى مشغوله في حاجات تانية كتير بقى بعد الولاده. طبعا. يعني هي هتبقى مشغوله في انها البيبي دلوقتي سهرانه يا حرام وبترضع وحاجات كتير، وبعدين هتفوق فجاه تلاقي روحها اوفر ويت، مش فايقه بقى انها تعمل اكل لروحها، مش فايقه انها عارفه حاجات كتير جدا وتكتئب. وفي نفس الوقت الاكتئاب ده هيخليها ما تعرفش تقضي الديوتي اللي عليها، الواجبات اللي عليها كويس في البيت. انا بقول انه شكل الام مهم قوي بالنسبه لها، علشان تقدر تعتني بجوزها وابنها. طبعا كل الكلام ده ورقه وقلم واكتبوا ورانا. طبعا قلنا النهارده يعني نصايح كتير جدا. طيب احسان بقى، في بنوته بعتلك سؤال لذيذ جدا. منى بعتلك بتقولك ايه الموضه في الشتاء السنه دي؟ احنا خلاص داخلين على الشتاء، ففي ايه الموضه السنه دي نازله؟ هي الموضة السنة دي 2012 ركزوا أكتر على الخطوط الانسيابية اللي بتظهر جمال وأنوثة المرأة. يعني دلوقتي رجعنا للكلاسيكيات زمان. يعني دلوقتي احلى حاجه يعني دلوقتي ركزوا مش كده. انا انبسطت برضه اول ما عرفت كده. الكلاسيكيات فيها الانوثه، وتحسي النعومه، وتحسي يعني عينك مرتاحه. كل القصات مجرد ان هي انسيابيه طوليه، مجرد بتظهر جمال ومناطق الجمال في الجسم. فهنلاقي منها السكيرت او الجوب اللي هي البنسل سكيرت. البنسل سكيرت بتبقى اعلى من الوسط شويه، فبتظهر منحنيات الوسط وتنزل على ضيق لغايه الركبه. الالوان حاولوا يدمجوا في الالوان مع بعض، بس دايما في يعني عاده الموضه في الشتاء، عاده الموضه الالوان كلها بتنزل، لكن في مصممين ازياء بيركزوا على لون معين، فالناس بتفتكر تقول يبقى الاحمر هو الموضه السنه دي اكتر حاجه. في ديزاينرز حابين اللون ده، فبيركزوا عليه في تصميماتهم. ممكن يليق على ناس وناس تانية لا. بالظبط. لكن هي الالوان هي هتكون، بما ان احنا الوان الشتاء بتكون الالوان الدافيه شويه، زي البني، الاسود، البرتقاني، الاحمر، الرمادي بدرجاته. وبرضه هنلاقي تايجر برنت. دلوقتي التايجر برنت دلوقتي رجع موضه مره تانية، رجع موضه، بس بيدخلوه مع الالوان زي الاسود، البني، بحيث يخفف من ان هو يبقى كل الديزاين او التصميم كله تايجر برنت. طيب احنا بنشكركم جدا. طبعا دي يعني نصايح غاليه جدا من خبرائنا في جمالك مع فيت. كل دي الاسئله اللي انتوا بعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك فيت ايجيبت. عايزه اقول لكم اي حد برضو عنده اي اسئله تانية يبعت لنا على صفحتنا، واحنا اكيد هنجاوب ونرد عليكم. دلوقتي معانا فقره مهمه جدا مع والده ربا. تعالوا نروح نشوف والده ربا رايها ايه في اللي بيحصل، ونرجع مره تانية.
احنا دلوقتي معانا في الاستوديو والدة روبا مدام عايدة، اكيد برحب فيها في استوديو جمالك مع فيت. اهلا بيكي، يا اهلا بيك. منورانا. الله يعزك. واحكي لي بقى عن روبا شوية، يعني روبا كنتي حاسة انها نفسها تتغير في ايه؟ هي كانت مشكلتها بس مع الحجاب. الحجاب يعني لو بتلبس في نص ساعة الحجاب بياخد ساعة منها، ورغم كده بتنزل وهي مش راضية عنه. يعني بعد ما تعمل تربة الإشارب وكده برضو بتبقى مش مقتنعة ان هي نازلة في قمة شياكتها. طيب ما هي بقى جت قالت لي كده يا ماما انا هشترك في برنامج جمالك مع فيت، اتخضيتي ولا تقبلتي الموضوع ولا حبيتي تفهمي الموضوع عامل ازاي؟ لا انا حاولت افهم الفكره بتاعه البرنامج منها، ولما لقيتها في المشكله اللي عندها بالاخص اللي هي الحجاب فلا شجعتها وايدتها طبعا. يعني كنتي موافقه؟ بس انا كنت سامعه ان خطيبها عنده شويه مشاكل في انها تظهر في البرنامج. لا هو مش مشاكل، لكن ازاي هنا بقى يجي دور الام؟ لا هو عنده الغيره يعني برضه اكيد كراجل شرقي وكده يعني، ولما فهم فكره البرنامج خلاص اقتنع. اقنعتيه يعني؟ لا انا ما بتدخلش في حياتهم. هي منها ليهم ما يقنعوا بعض. طيب اصحابها اللي حواليها تقبلوا لا كتير ايدوها والله، فكره جميله وجديده يا ربا واحنا هندعمك واشتركي. لا يعني كله ايدها. حاسه انها تتغير قد ايه؟ يعني مع فيت 100 ان شاء الله. واثقه يعني؟ حاسه ان هي ان شاء الله هتطلع مختلفه؟ مع فيت طبعا. لما تطلع مختلفه من هنا وشكل وشها يتغير تبقى اجمل، واثقه في نفسها اكتر، الحجاب بتاعها احلى، لبسها سيمبل اكتر، وعايزينها ملاك كده يعني، ان شاء الله هتحسي بايه؟ طبعا هكون فرحانه. هتبقي مبسوطه بيها؟ اكيد طبعا. اكيد ده هيغير من جواها كتير. اكيد طبعا. اكيد. انا بشكرك جدا، منورانا في جمالك مع فيت، وان الله شاء الله يخليكي روبا تبقى احلى عروسه ان شاء الله، وتشتغل احلى شغله في الدنيا ان شاء الله حبيبه قلبي. ميرسي. هنشوف روبا هتتغير في اللبس او هيتغير ستايل لبسها ازاي مع الفاشن ديزاينر مي جلال. هي خدتها ونزلوا يعملوا شوبينج مع بعض، تعالوا نروح نشوفهم عملوا ايه ونرجع مره تانية. يعني احنا دلوقتي في اهم لحظه في برنامجنا جمالك مع فيت، هنشوف روبا اتغيرت قد ايه، وهنشوف احنا هنا قدرنا او نجحنا في ان احنا نغير لها شكلها، هي قد ايه مبسوطه من نفسها وواثقه في نفسها دلوقتي قد ايه. مي جلال اكيد الفاشن ديزاينر. مي عملنا ايه مع روبا؟ روبا مبسوطه جدا وانا مبسوطه قوي، شكلها اتغير كومبليتلي. يعني متاكده ان الناس هتنبهر بجد. يعني لبس المحجبات صعب صح؟ يعني بصي لبس المحجبات صعب، خصوصا لما يبقى مثلا عايزين نلبس توب كات فنحط تحتيه الباديات اللي هي الماسكه دي بالوانها، دي بالنسبه لي شكلها بقى خلاص شكلها ما بيبقاش حلو، بيبقى الوان كتير، لان بيبقى مثلا الكمام دي لون، التوب لون، البنطلون لون، الطرحه فيها 3 الوان، ففي الاخر بيبقى الوان كتير، حاجات كتير. فزي ما دايما بقول خليكي بسيطه هتطلعي شكلك حلو جدا. اوكي، وعايزين نشوف روبا بقى شكلها عامل ازاي. انا حاساكي مبسوطه ومتحمسه يعني. جدا. يعني انا حاساكي مبسوطه باللوك بتاع روبا، واثقه يعني. طب نشوف روبا. واو واو، لا بجد حلو قوي، الحجاب حلو قوي، اللبس حلو قوي، البنطلون هايل تحفه، والجزمه كمان حلوه قوي. امينه رايك ايه؟ عجباني جدا جدا جدا، واللي عاجبني ان انا حاسه ان اللبس اللي هي لابساه ممكن اي واحده تلبسه. بمعنى ايه؟ انا ما بحبش المحجبه
تاخد هدومها القديمه زي ما هي قالت وتبدا تقفلها زي ما هي قالت. البادي ده منظر البادي تحت الهدوم اللي هي العاديه او بيبوظ اي حاجه. خلاص انا اتحجبت يبقى لازم البس بشكل معين. ما ينفعش ان انا يبقى عندي فستان كات واقوم حاطه عليه بادي، ما ينفعش اروح افصل فستان سواري لواحده مش محجبه ومقفله. لا، فانا حاسه ان انا ممكن البس زيها. انا بحب كده ان تلبس لبس عادي. دكتور شريفه عجباني قوي بجد. ملاقيكي فعلا. بجد حلوه قوي يعني، بجد هايله هايله هايله. برافو برافو يا مي، بجد عملتي حاجه حلوه قوي بجد. وزينب عامله ميك اب يجنن. لا بجد اللوك هايل. يا ريت كل المحجبات يشوفوا ده بجد ويشوفوا يعني هو ده اللوك اللي المفروض يبان عليه، يعني اللي هو ستايل حلو قوي، شيك واسع مش مكسم، يعني حلو قوي وفي نفس الوقت موضه زي ما امينه كانت بتقول. ممكن هي تلبسه وممكن اي حد يلبسه. اللبسه اللي هي نفسها فيه بجد مش حاجه. خدي بالك بقى بس من اكلك يعني وما ترمرميش. يعني صح، يا ريت كل المحجبات يشوفوا اللبس شكله عامل ازاي. بنطلون مش ضيق قوي، شكله حلو جدا على الموضه برضو، مش لابسه حاجه قديمه. البلاوز فعلا شيك جدا وموضه برضو. الحركه بتاعتها كمام وكده. انت جسمها ساعدك. ده حقيقي. يعني هي لو كانت اوفر ويت ما كنتيش قدرتي تلبسيها اللبس ده حقيقي. جسمها يعني ساعدني فعلا. عشان كده الجسم مهم للمحجبه. مهم عشان يبقى اللوك حلو. الجسم مهم جدا لكل البنات وخصوصا المحجبه، لانها بتبقى محكومه تلبس حاجات معينه. لانها لو محجبه ومتينه هتلاقي صعوبه في انها تلبس لبس شيك زي ده. هتلاقي انها مضطره هتحضري تلبسيها ايه ويبقى حلو. بالظبط. هم اوريدي محجبات بيبقوا شايفين ان احنا عندنا مشكله في السواري، عندنا مشكله في اللبس العادي الكاجوال وكده، فكمان لو حافظوا على جسمهم المشكله دي هتقل قوي. صح طبعا. يعني برافو ما شاء الله. يعني احسان طبعا بقى اللبس قولي لي يعني أنا طبعا يعني بعد كل الكلام اللي قالوه، هم قالوا كل حاجه. انا يعني اللي عجبني برضو جدا الربط الطرحه ان هي لورا ظهرت عندها الرقبه، خلتها اطول ودت جمال. طول الرقبه بيدي جمال، واللبس والبنطلون ادى طول اكتر ليكي، والالوان كلها مناسبه مع بشرتك. لون الطرحه، الاكسسوارات كلها حلوه جدا، برغم ان هي يعني في تفاصيل كتيره في البلوزه اللي انت لابساها والبنطلون والعقد، لكن التفاصيل كلها لايقه مع بعض وتحسي ان عينك مرتاحه. وزي ما بقول البساطه هي، قولوا ورايا، الاناقه. اكيد. بس دلوقتي لو ربا دخلت اي مكان هتلفت النظر ليها، صح؟ لما تيجي ربا دلوقتي تخش اي مكان خلاص هيبقى شكلها ملفت جدا، مع انها سيمبل جدا. هي وشها ملائكي بس شيك. هي وشها ناعم، وشها طفولي، فلازم تركزي في اللبس اللي انت هتختاريه ان هو يكون مناسب لشخصيتك. طيب ربا بقى انت حاسه بايه بقى؟ مبسوطه ان انا لاقيه ان اللبس ماشي مع حجابي، ولاقيه ان انا رابطه مبينه وشي. والميك اب بصراحه زينب علمتني حاجات كتير في الميك اب، وهي بترسم لي حواجبي، قالت لي استخدم لون ايه والحاجات اللي تليق مع عينيا عشان توسعها. وعينيكي بلاش الايلاينر الخط الواحد، طلعها لفوق. بس قالت لي الالوان الفاتحه تكون معاكي احلى. عرفتي بعد كده المفروض تلبسي ايه وايه الحاجات اللي المفروض تختاريها عشان انت محجبه؟ عرفتي لفه الطرحه السيمبل الشيك اللي انت المفروض تلفيها يكون شكلها عامل ازاي؟ الوان الطرح، والالوان طبعا ألوان مهمه جدا. مهمة. يعني حبيتي شكلك الجديد، حابه ان انت تكملي كده، هتنزلي تعملي تغيري الدولاب بتاعك؟ اكيد. خلاص عرفتي هتشتري ايه يعني؟ طبعا. طيب دلوقتي فاضل بقى لقاء اكيد ربا مع الفنانه منى زكي. هنشوف النصايح اللي منى زكي هتديها لربا. طبعا بنشكر اللجنه الاستشاريه النهارده، افدتونا جدا بالنصايح اللي اديتوها لنا في جمالك مع فيت. يعني ماي جود ورك وجود جوب، انت عملتي شغل فعلا حلو جدا، طلعتيها انجل. انا حابه ان انت تكوني مبسوطه. انا مبسوطه ان انت مبسوطه يا ربا، يعني انا سعيده ان انت سعيده، حاسه ان انت اتغيرتي في جمالك مع فيت. لا هي كانت مبسوطه بس هي مكسوفه. هي كانت فوق كانت عماله تتنطط وكده، بس هي دلوقتي مكسوفه. لا بجد عاجبني خالص. طيب تعالي نروح نشوف بقى منى زكي هتقول لك ايه ونرجع تاني.
روبا ازيك؟ تمام الحمد اخبار لله. رجلك ايه؟ لا تمام ماشيه التلو بالكعب. عامل شغل؟ عندك شد عضلي؟ لا بحاول اتمرن. انا عارفه ان انتي جديده على الحجاب، اه شكلك زي القمر ما شاء الله ميرسي يعني من ذوقك. والله. والرابطه ما بيسموها سبانيش مش كده؟ اه اسبانيش. الرابطه السبانيش حلوه جدا عليكي ميرسي. ومبينه وشك، انت وشك حلو. اول مره اجربها. لا يعني الحجاب قبل كده كان مخبي وشك، انت وشك صغير، فبالتالي سبانيش حلو عليكي. ميرسي. وعارفه انك جديده على الحجاب، احكي لي ليه اتحجبتي؟ ليه اتحجبت؟ هو انا كان نفسي اتحجب. يعني جربت كتير الحجاب، وبعدين لقيت اصحابي بيشجعوني جامد قوي. تمام. اتحجبت. مش مفروض يعني؟ لا مش مفروض لا. طب كويس، يعني قصدي ما حدش فرضه عليكي ده، لا 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 ما حدش فرضه لا. عموما هو حلو عليكي ولايق عليكي، وانا عارفه ان كل اخواتك البنات محجبات. طيب ازاي ما خدتيش منهم خبره؟ يعني ايه، ليه كنتي بتلاقي صعوبه في ان انت تلبسي وكده رغم ان انت كل اخواتك محجبات؟ لا هي في فرق في الجسم طبعا، ممكن في حاجات بتليق عليها ما بتليقش عليا. وبعدين في الحجاب يعني عايز شكل معين في اللبس انا ما كنتش متعوده عليه. زي ايه يعني؟ ما اعرفش البس كده. متعوده على بناطيل مثلا، تيشيرتات، حاجات بسيطه. ما انتي برضو لابسه كده بس شكلك شكله جدا لطيف فعلا. جدا. مبروك ان انتي عديتي اول اختبار لفيت، وانا بتمنى لك اللي جاي كمان يبقى كويس جدا. ميرسي. عايزه اعرف استفدتي ايه من خبراء التجميل اللي جايبينهم فيت، زينب كميك اب ارتست ومي جلال كستايلينج. مي لا بصراحه كان ذوقها جميل قوي في اللبس، وغيرت لي الستايل خالص، وعرفتني فعلا ازاي ايه اللي يليق مع الحجاب. والرابطه طبعا زينب، والميك اب فعلا عاملاه جميل قوي، تسلم ايديها. علمتني ازاي ارسم فوق عينيا، انا كنت برسم خط صريح، قالت لي ده غلط يضيق عينيكي. صح. علمتني ازاي اخدها بسحبه والكلام ده. صح. الروج قالت لي عايزه روج معين عشان يبين الشفايف وكده. صح. ورسمه الحواجب وكل الحاجات دي علمتها لي. طب ده جميل. وانتي حاسه يعني قولي لي حاجه محدده مثلا استفدتيها من مي ومن زينب؟ من زينب رسمه العينين انا كنت برسمها غلط خالص، هي فعلا وضحت لي ده. فرقت معاكي جدا. عايزه اقول لك شكلك مختلف تماما. فعلا حتى ماما دلوقتي لسه بتقول لي شكلك اختلف، انا مش واخده عليكي كده. لا فرقت معاكي. مي عرفتني ازاي الحجاب ليه طريقه في اللبس معينه. صح. ممكن تبقي في منتهى الشياكه وانتي محجبه يعني. مش معنى اصلا انا اعرف ناس كتير لما بتتحجب بتهمل جدا في نفسها. وانا شايفه انه لا خالص، مش لازم ده اللي يحصل. كل حاجه الواحد عايزها ممكن يخليها احلى حاجه فعلا اكيد في الشكل. بتمنى لك كل التوفيق يا روبا. ميرسي. يعني كل مره هقول كده في الحلقه، بس نفسي كلكم تكسبوا لان ما شاء الله يعني تستاهلوا، وكلكم يعني ايجر ان انتوا يعني نفسكم جدا تتعلموا حاجات تساعدكم، وبالتالي اي ست بيبقى نفسها تتعلم حاجه تخليها. ده اللي خلانا كلنا ندخل البرنامج. كلنا كان نفسنا نعمل شكل جديد فينا، سواء بقى كانت كل واحد حسب حالته. فعلا، وده اتغير فعلا. ده حقيقي. وكلكم بتبقوا انعم والذ وارق وبتبقوا جمال جدا بجد بعد الميك اوفر. اكيد. جود لك. وانا مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده، وان شاء الله يا رب ربنا يوفقك بعد كده. ميرسي جدا يا روب. ميرسي. اللوك اللي احنا عملناه الربع مش عشان خاطر ربع بس، عشان خاطر اي بنوته محجبه جديد عايزه تتعلم ازاي تربط ربطه حجاب حلوه، ازاي تخلي الميك اب بتاعها حلو وكمان لبسها يكون حلو. ربع حطت ميك اب خفيف قوي بين ملامح وشها ونورها، ولفت طرحه سيمبل وحلوه وفي نفس الوقت شبابيه، ولبست لبس مش معنى ان هي بقت محجبه خلاص انها تلبس لبس مبهدل وما تبقاش مهتميه بنفسها، لبست لبس شبابي وعلى الموضه. ربع بقى شكلها حلو قوي، والحلقه دي مش بس عشان خاطر ربع، عشان خاطر كل بنوته محجبه
محجبه بتتفرج علينا، ونصايح اللي قلناها مع خبرائنا في جمالك مع فيت عشان خاطر كل بنت وست في مصر بتتفرج علينا. اي حد فيكم عنده اي تعليق يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك فيت ايجيبت، واشوفكم الحلقه الجايه في تحدي جديد وبنوته جديده في جمالك مع فيت.